السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم. جايب لك النهارده بقى موبايل فئه متوسطه جامد، تجربه كاميرات احترافيه بعد سات من زايس، تلاقي بطاريه 6000 ملي امبير موجود، تدعم الشحن السريع بقدره 90 واط موجود، ومقاوم للماء والغبار باعلى معايير حمايه اي بي 68 واي بي 69 برضه موجود. معالج محترم هيقدم معاك وتجربه سوفت وير سلسه ومدعومه بالذكاء الاصطناعي، كل ده برضه موجود. والكلام هنا على احدث موبايل في الفئه المتوسطه العليا في السوق المصري، وهو الفيفو في 50. صنع في مصر وصناعه متينه جدا، وكمان زيرو ضريبه. انا مش عايز ارغي معاك في المقدمه كتير، لان الفيفو في 50 يعتبر خليفه الموبايل اللي قدم نجاح كبير جدا في الفئه المتوسطه العليا السنه اللي فاتت، وهو الفي 40. وكالعاده كل تفصيله في المراجعه دي هتفرق معاك جدا جدا في قرار الشراء. بس الاول لايكك المتين، ولو ما كنتش مشترك اشترك وفعل زر الجرس، شرف كبير جدا جدا ليا. وخلونا نبدا. وكالعاده خلينا نبدا بالتصميم. ديزاين رايق بصراحه وفي منتهى الشياكه، اول ما تبص عليها تعرف على طول ان هو من فيفو، وده عشان شويه حاجات. اكيد سيت اب الكاميرات بالرينج لايت الرايق بعدسات زايس المكتوبه على الكاميرات، ولوجو فيفو من تحت، والموبايل بصراحه جريبي كده في الماسكه وحلو جدا جدا. هتلاحظ طبعا بروز في الكاميرات، ما قلتش حاجه، ولكن لاول ما تركب الجراب الفخم اللي جاي معاه في العلبه، وطبعا في انبوكسنج رهيب جدا على المنصات دي، روح اتفرج عليها عشان تعرف محتويات العلبه. جراب جاي شيك وكل حاجه، ولكن اللي بيميزه هنا طبعا ان هو بيداري بروز الكاميرات، والكورنرات هنا بارزه عشان لو وقع على سيفه بالشكل ده ما يجرالوش اي حاجه. زي ما انت شايف انا عمال ارمي في الموبايل زي ما انا عايز. الموبايل هنا مقاوم للخدوش، وزي ما هقول لك كده لما نيجي نتكلم على جزء الشاشه ان في طبقه حمايه قويه جدا جدا بتحمي الشاشه لو وقعت او اتخربشت او اي حاجه، ولا بتاثر فيها. وكمان عندك معايير الحمايه المحترمه جدا، الموبايل لو وقع منك في الميه ولا هيجرى له اي حاجه بفضل شهادتين اي بي 68 واي بي 69. والحقيقه فيفو بتتميز جدا جدا في كواليتي التصنيع ومتانه الخامات الصراحه المستخدمه في الموبايلات بتكون غير. وخليني اقول لك ان الموبايل ده نازل مصر بلونين، الدارك جراي اللي انت شايفه ده، وفي لون تاني رايق قوي قوي اسمه ستاري بلو. خلينا نروح على الشاشه الرايقه اللي جاي بيها فيفو في 50. شاشه جايه من نوع اموليد بحجم 6.77 من 100 بوصه، فول اتش دي بلس 120 هرتز معدل تحديث، وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس اللي بيديك وضوح وكونتراست رهيب جدا في المحتوى اللي انت بتشوفه. شاشه هنا كواد كيرفد. يعني ايه كواد كيرفد؟ يعني منحنيه من جميع الاطراف، نفس الانحناءه اللي في الجنب هتاخدها في الكورنرات، هتاخدها فوق، هتاخدها تحت، الدنيا ماشيه معاك سلسه جدا. وده يا سيدي بيديك ماسكه مريحه جدا، سواء الظهر اللي جايب كيرفات والشاشه اللي جايب كيرفات بسيطه كده برده بتعمل راحه في المسك. والصراحه الناس اللي بتمسك الموبايلات لفترات طويله مش هتحس خالص ان الموبايل تقيل في ايديها بسبب توزيع الوزن على الاطراف بشكل محترم جدا. الشاشه دي جايه بسطوع رهيب جدا، اقصى سطوع بتوصل له تحت اشعه الشمس 4500 شمعه، بتقدر تشوف بالراحه تحت اشعه الشمس، ما بتكونش متضايق والكلام ده كله. وحتى لو اضاءات قويه زي كده الدنيا تمام التمام. زي ما قلت لك الشاشه عليها طبقه حمايه دايموند شيلد جلاس، ودي اللي بتديها متانه رهيبه جدا. زي ما انت شايف ارزع زي ما انت عايز ولا اي حاجه اهو يا عم. الانحناءات الذكيه اللي عاملاها فيفو في الفي 50 مدياك حواف قليله بطريقه غير عاديه. يعني الانحناء ذكي جاي عشان يقلل الحواف. عايز اقول لك هنا ان الشاشه انت هتحب ان انت تتفرج على المحتوى عليها بسبب حجمها الكبير، الوانها الرايقه، كونتراست العالي قوي بفضل الاتش دي ار 10 بلس زي ما قلت لك. فخليني اقول لك المشاهده والالعاب والتصفح على الشاشه دي مثالي. وكمان اللي بيعلي معاك بقى تجربه الشاشه هنا السماعات الاستيريو. السماعات هنا نظيفه وغاليه وكواليتي رايقه، ولكن الناس هنا لو حابه تستخدم سماعات سلك، يا اما هتستخدم سماعه تايب سي، يا اما هتستخدم سماعات بلوتوث، لان هم استغنوا عن 3.5 ملم. عندك كمان بصمه في الشاشه في منتهى السرعه والدقه، انيميشن الفتح بتاعها لوحده حوار. انا متحمس جدا لتجربه الكاميرات، بس مش عارف ابدا بالاداء ولا بالكاميرات. هنبدا بالاداء عشان حضرتك تكمل معايا الفيديو الاخر، لان الكلام على الكاميرات فيه شغل تقيل قوي وشغل عالي. الموبايل بيجي بمعالج محترم جدا من كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 بتكنولوجيا 4 نانومتر والدعم لخدمات ال 5 جي. عندك 256 جيجا ذاكره تخزين، مش هتزودهم باي حاجه ثانيه لان الموبايل ما بيدعمش هنا كارت ميموري. وعندك 12 جيجا رام، وتقدر من خاصيه اكستندد رام تزودهم 12 جيجا كمان عشان تاخد مجموع رامات 24 جيجا. لك ان تتخيل تجربه الاداء هتكون عامله ازاي ب 24 جيجا رام مع معالج من كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 مع 120 هرتز معدل تحديث. واجهه فيفو اللي جايه هنا الفان تاتش او اس 15، والمبنيه على احدث اندرويد الى الان هو اندرويد 15. خد تجربه سلاسه ونعومه بقى من هنا لحد 60 شهر كانك لسه مطلع الموبايل من العلبه. وده عن تجربه. واجهه فيفو من الواجهات الغنيه، حط تحت كلمه غنيه دي 2 مليون خط، لان الواجهه غنيه وفيفو بتنزل في الواجهه بتقلها، ولكن سلسه جدا. مش عارف هم بيعملوا ايه، سلاسه غير عاديه. الكلام على الواجهه مش هينفع امشي من هنا من غير ما اقول لك ان الواجهه مدعومه بالكامل بمميزات الذكاء الاصطناعي. جيميناي ده كده كده مساعد ذكي وقوي، وطبعا مدعوم بالكامل من شركه جوجل. عندك بقى شويه مميزات حلوه جدا، الاي اي سكرين ترانسليشن والسيركل تو سيرش، وخاصيه الترانسكريبت اللي هي بتحول لك الفويس لتكست. عندك ميزه مهمه جدا بيدعمها الفيفو في 50 في الذكاء الاصطناعي، وهي اللايف تكست. ما ينفعش ما تكونش موجوده في الموبايل اللي بستخدمه. انا مثلا ببقى ماشي في الشارع، يافطه الدكتور، فبقدر ان انا اصور اليافطه واستخرج التكست، سواء رقم تليفون
سواء اسم سواء اي حاجه، وبتقدر بمنتهى السهوله ان انت تسجل الرقم او تتصل بيه. حاجات رايقه بصراحه في الواجهه، ممكن نعمل لها فيديو ده لو كتبتوا لي في الكومنتات ان انتوا عايزين شرح كامل لواجهه الفان تاتش او اس. ما اعتقدش ان في حد على اليوتيوب كله عامل شرح لواجهه فيفو غيري، عملتها من سنتين بس انتوا بصراحه ما شجعتونيش، لو شجعتوني والله العظيم هعمل لكم فيديو رايق جدا جدا عن الواجهه، لان الواجهه غنيه مليانه مميزات، غير الذكاء الاصطناعي كمان فيها مميزات كتيره جدا جدا. انا بقعد منبهر الصراحه باللي بيحصل. خليني اقول لك برضو ان الواجهه في الاداء الخفيف، احتفظ بقى بالتطبيقات زي ما انت عايز في الخلفيه، وهقول لك على تريكايه كده لما نروح لجزء البطاريه، عشان كل جزء في المراجعه دي مهم جدا. هنروح على بابجي هتلعب على 60 فريم مستقرين والجيم ما بيقطعش، 60 فريم ما نزلوش فريم طوال فتره الجيم اللي انا لعبته. هتيجي تقول لي الحراره، هقول لك فيفو بتستخدم نظام تبريد ذكي غير عادي، الموبايل ما سخنش خالص، مع ان الجو ابتدى يحرر بس انا مش عايز افتح التكييف عشان ما اخدش برد، ولكن الموبايل برده ما بيسخنش. ودي من المميزات القويه جدا اللي بتعجبني في موبايلات فيفو، بتقدم هاردوير قوي جدا جدا وبتخدم عليه بشكل رهيب، وده اللي كان واضح جدا اثناء تجربتي لكل موبايلاتهم، وخاصة بقى ركزت شوية مع الفيفو في 50. وصلنا بقى يا شباب للحظة الحاسمة، كاميرات. وما أدراك ما كاميرات الفيفو في 50. كاميرات مميزة جدا، الكاميرا الأساسية بتيجي بعدسة من زايس 50 ميجا بكسل f 1.9، ومع دعمها طبعا لتثبيت البصر الحقيقي ال OIS. تخيل بقى إن هم يحطوا لك كاميرا تانية ألترا وايد 50 ميجا بكسل بعدسه من زايس برضو، زاويه 119 درجه. انا مش هخبي عليك حاجه مهمه جدا، انا بحب اصور بالالترا وايد لان هي بتديك لوك صوره هايل. تخيل بقى لو احنا رحنا على ال 119 درجه دول او الالترا وايد لينس، وخدت الصور دي بكواليتي 50 ميجا بكسل، اعتى كاميرا في السوق موجوده 12 ميجا بكسل، وبتاخد منها الصور وانت راضي ومبسوط وتمام تمام. حط بقى الرقم ده مع عدسات زايس مع معالجه السوفت وير رهيبه جدا جدا طالعه من فيفو، حاجه يا جماعه في منتهى الخيال. وعندك كمان فلاش ليد دائري خزعبلي بقى، شغال تقريبا بسنسور، يعني انا مش فاهم هو ازاي بيشتغل. يعني بابسط شرح ليك، الفلاش الكلفن بتاعه بيتغير على حسب اتموسفير الاضاءه بتاعتك او الجو العام للمكان اللي انت بتصور فيه. محتاج اضاءه ورم هينقل لك على الورم، محتاج اضاءه كولد هينقل لك على الكولد، وتقدر انت تتحكم زي ما انت عايز في درجه الكلفن جوه من الاعدادات. ودي حاجه مهمه جدا ان انا براعي تفاصيل العدسات اللي انا حاططها عشان تاخد تجربه تصوير بيرفكت. والفلاش ده ما ينفعش ان انت تصور صور بورتريه من غيره، خاصه في الاضاءات الهاديه، وتتفرج على لوك الصوره عامل ازاي. في بقى شويه تفاصيل في الكاميرات هنا دي محتاجه لها فيديو، بس انا هديك العناوين عشان احمسك. والله العظيم اقسم بالله انا الموبايل ده هيفضل معايا. لو لقيت الفيديو وصل مثلا ل 500 لايك والكومنتات تمام التمام، انا بحلف واحنا في رمضان هتلاقوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير فيديو للكاميرات وفيديو للسوفت وير. ويا عم الغي متابعتك لو انا ما عملتهمش، تحدي اهو، لان بصراحه الموبايل دسم الموبايل فيه محتوى. يعني ايه ابقى فاتح الكاميرات واسحب الشاشه لفوق كده؟ الناس اللي بتحب بقى النوستالجيا والحنين للماضي، هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك كاميرا فوريه زي كاميرات زمان بفلاتر بابعاد بؤريه للعدسات. الحاجه الروشه قوي بقى ان انا اول ما دوست تصوير كده الصوره بتنزل لك من تحت كانها طالعه من الكاميرا الفوريه بتاعتك القديمه اللي كنا بنستخدمها زمان. لو تعرف الكاميرا دي او استخدمتها قبل كده يا ريت تعرفنا في الكومنتات. عندك اي اي لايف فوتو، انت تقدر تصور صوره ما تخافش انها تتهز خالص، هتختار المشهد اللي انت عايزه. واللي بيميز بقى ان الموبايل جاي بعدسات زايس ايه؟ الفلاتر من زايس رهيبه، تقدر بقى تتحكم في الاضاءه اللي وراك واشكالها والكلام ده كله زي ما انت حاجه رايقه احترافيه ليفل الوحش. مش بس كده، انت عندك عدسه كمان فاضله البورتريه، بتضغط عليها بتجيب لك ابعاد بؤريه مختلفه بفلاتر مختلفه مناسبه للبعد البؤري اللي انت اخترته. فزي ما قلت لك الكاميرات هنا رهيبه وما تخلصش في قاعده، فتشجيعك ليا هو الفيصل اللي هيفرق معايا في ان انا اعمل الفيديو او الناس مش مهتمه. مش عايز انسى اقول لك كمان ان الكاميرات مدعومه بالكامل بالذكاء الاصطناعي. عندك الاي اي اريزر، عندك الاي اي كات اوت ان انت تقدر تقطع الصوره وتحتفظ بيها، وتقدر تعمل لها شير على برنامج زي الواتساب تبقى ستيكر. الحاجات دي كلها موجوده هنا وبالذكاء الاصطناعي شغاله، والدنيا دقيقه جدا وزي الفل. انا كان نفسي في حاجه مش هقدر اخبيها عليك، ونفسي فيفو ان شاء الله تطورها لنا في الفي 60 اللي جاي، وهي ان هم يحطوا في الروقان ده عدسه تيليفوتو. تخيل بقى عدسات تيليفوتو من زايس، يا خبر ابيض، انت وديت التصوير في الفئه دي في اتجاه اخر من جمدان. ولكن هم معوضين ده بان انت تقدر تاخد صور بورتريه 2 اكس وفي ابعاد بؤريه بقى كتير، والمعالجه هنا خلاص الذكاء الاصطناعي ما سابش حاجه. فقولوا لي رايكم في الصور في الكومنتات، هل انت شايف ان احنا كنا محتاجين عدسه تيليفوتو ولا الدنيا هنا ماشيه بروقان والدنيا زي الفل كده؟ انا من رايي الفلاتر والابعاد البؤريه المختلفه وال2 اكس هنا كف ووف. سيلفي جاي 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 2.0، نفس فلاتر زايس، نفس جمدان زايس، كل حاجه معاك شغاله فيه زي الفل، ولا تحتاج تطبيق ثيرد بارتي ولا اي حاجه. الفلاتر اللي هنا كفت وفت بصراحه. بالنهار صور رهيبه، دايناميك رينج ممتاز، عدسه 50 ميجا بكسل اماميه، دي حاجه قويه جدا، مداني تفاصيل انا حبيتها بصراحه، وحبيت لوك الصوره بتاعها. الموبايل ده موبايل كاميرات يا جدعان من الاخر.
من الموبايلات القليله جدا في الفئه المتوسطه العليا اللي هتاخده معاك في خروجاتك الليليه وهيشرفك. بتصور بالفيفو في 50 بالليل كانك بتصور بيه بالنهار عادي. فالكاميرات هنا فيها شويه اوبشنز وفيتشرز ومطلعه شويه كواليتي ومطلعه لوك صور، انا اديله 9 من 10 وضميري مستريح. كمان لله وحده يا صاحبي. الكاميرات الجامده دي بتطلع لك فيديو بكواليتي 4K 30 اطار في الثانيه، سواء بالكاميرا الخلفيه او بالكاميرا الاماميه، وبتدعم بقى شويه اوضاع جامده. يعني انا هديك فكره كده لان الموضوع كده داخل مننا في نص ساعه، انت تقدر تصور بالكاميرا الاماميه والخلفيه في وقت واحد. في وضع هنا تصوير اسمه المايكرو موفي رهيب جدا، ممكن برضه نبقى نجربه وننزله في فيديو شرح الكاميرات. هنروح بقى على الكماليات المهمه اللي جايه في الفيفو في 50. موبايل بسم الله الرحمن الرحيم كده شبكاته توب. تشيل شريحه فودافون يا باشا من الموبايل اللي حضرتك حاطه فيه، تحطه هنا تلاقي الابراج في السقف. عاش والله، ولا تقطع ولا تفصل ولا الكلام ده كله. افضل تجربه كواليتي صوت ممكن تعملها وانت شغال في مكالمه من الفيفو في 50 بفضل عزل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي. عمري ما اتكلمت من الموبايل ده مكالمه وحد قال لي انت حواليك دوشه نهائي. ساشا المكالمات هنا هاردوير وما بيغلطش والدنيا ماشيه ستيبل جدا. الموبايل كمان بيدعم الاي سيم ودي من التطورات الرهيبه جدا في الفيفو في 50 وحاجه تحترم بصراحه ان هم ضافوها. عندك جيروسكوب سنسور وعندك NFC عشان تعمل بقى عمليات الدفع اللاتلاموسي براحتك. بطاريه فيفو في 50 جايه 6000 ملي امبير في هذا السمك السوبر سليم. سوبر سليم وخفيف، وانا مش فاهم هم عاملينها ازاي. 6000 ملي امبير في الجسم ده في الوزن ده حاجه رهيبه جدا بصراحه. مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه معاك على البطاريه. البطاريه هنا فيها مميزات تانية رهيبه جدا جدا، حابب اعرفك عليها بالتفصيل الممل. ما قرناش حاجه، لايك ويلا نكمل. البطاريه دي يا سيدي خير اللهم اجعله خير شغاله بتقنيه اسمها البلو فولت. بلو فولت ده بيعمل ايه؟ بيديك اقصى اداء ممكن تاخده من الموبايل مع اقصى توفير للطاقه ممكن برضو تاخده من البطاريه. ابسطها لك، يعني بيتعامل بطريقه ذكيه جدا مع التطبيقات اللي في الخلفيه، بيقلل الطاقه اللي رايحه على التطبيقات اللي موجوده في الخلفيه. حضرتك دلوقتي قفلت الموبايل وهتنام، ده يمكن من اقل الموبايلات اللي بتسحب طاقه وانت نايم، غير مثلا لما تكون موبايل جنبك وحضرتك نايم وتصحى تلاقيه مثلا نقص 20% و25%، ده هينقص معاك 3 4% بالكتير، ده ان نقصه. لان طبعا البطاريه شغاله بالذكاء الاصطناعي وبتفعل وضع النوم الذكي وحاجه رهيبه يا جدعان. والله العظيم موبايل ابن ناس. فالبطاريه هتكمل معاك اليوم ده لو انت عنتيل الاستخدام للموبايل، ولكن البطاريه تفضل معاك يوم ونص يومين لو انت استخدامك خفيف ومتوسط زي حاليا. 10 دقائق شحن هتديك 6 ساعات مكالمات او 3 ساعات ستريمنج فيديو، يعني تشوف فيديوهات اونلاين. الشحن اللي جاي مع الفيفو في 50 في العلبه 90 واط، شغال بتقنيه اسمها فلاش تشارج، شحن سريع ومحترم وكواليتي رايقه جدا جدا. سعر الموبايل ده وانا بصور الفيديو انا الحقيقه مش عارف هو كام، بس هتلاقيني سايبه لك في اول كومنت او في صندوق الوصف، انزل شوف السعر وقول لي رايك برده في التسعير عامل ازاي بالنسبه لهذه المواصفات والامكانيات اللي انا حكيت لك عليها. انا رايي في الموبايل ان ده من افضل موبايلات الفئه المتوسطه العليا، ولازم يكون في دايره اختياراتك ودايره اهتماماتك. والفيديو ما خلصش على كده، انا يعتبر والله العظيم بجد صدقا انا مكروت الموبايل في الفيديو. يعني تشوف كل الوقت ده وما قلتش حاجه. لسه بقى فيديو الواجهه هتشوف كلام مهم جدا، فيديو الكاميرات هنقل لك تجربه التصوير في حته ثانيه بالفيفو في 50، غير الريلز اللي هتنزل طبعا على الموبايل ده، وعن امكانيات تفصيليه على المنصات دي. اتمنى ان انت تتابعني هناك. بس كده يا سيدي، لايك كلمتين بقى واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، حاجات مهمه جدا. اتمنى ان انت تتابعني عشان اللي جاي غير ان شاء الله على القناه. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. مش عارف اعمل سلام عشان الكاميرا بعيده. سلام.